السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد وفلوق جديد. مرحبا بكم مع قناة عالم جزائرية مغتربة في إيطاليا. اليوم بالحق ماشي اليوم، يا امس كان نهار شباب وخرجت انا والزوج تاعو وبناتي. كم عارفين كرهنا من الدار وكاع، خرجت شوية شمس قلنا ندو فطورنا ونخرجوا برا نفطروا ونشربوا قهوة ونجيو. فوتنا نص النهار كامل تما. شوفوا الحاله كي راهي شابه، واحد المناظر روعه روعه. تمني تكونوا معايا، خاصكم عارفين وحدك ما تجيكش القعده كاع. المهم نخليكم مع الفيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، غادي نخليكم في اخر الفيديو واحد القناه تاع واحد الصديقه تاعي مغربيه. القناه، الاسم القناه تاعها سموه بيوتي باي سكينه. كانت تحضر معايا بزاف الحفلات، كانت تحضرهم معايا، وقيله تعرفوها. وبغيتكم تزوروها وتشوفوا القناه تاعها. اذا عجبكم المحتوى تاعها عملوا لها الاشتراك، ولا ما عجبكمش نتوما حرين. انا تعجبني قناه تاعها صراحه، قناتها شابه وفيها بزاف صوالح مفيدين. ان شاء الله تعجبكم نتوما تاني. شوفوا المنظر كي شباب، والله يفتح الروح. كي كنا جايين شويه كانت الشمس، غير حنا قعدنا ويقلب الحال يولي يبرد الحال. راكم عارفين حدا الماء وكاع شويه يجي البرد. هنا نحوسوا وين نقعدوا. هنايا صبنا هنايا كلشي راه مغرس، معلي كانت صابه النو كلشي راه مغرس. غادي نقعدوا في هذه الطابله. هنا دينا البنات يلعبوا شويه. كما راكم تشوفوا فيهم غربناها باش صورنا. شوفوا الغروب تاع الشمس هنايا كيفاش راه شباب. وهنايا كي شورت الدار، كنت عندي واحد عاجنه، واحد العجين تاع المسمن، ودرته دويرات هكا خليته هي يرتاح. من وليت لقيته واجد، درت الحشو. وهنايا عندي الجزر، وعندي كيفاش يقولها، الكابويا والبصل. دايرت لهم الفلفل والملح وكاع، وباشرتهم مربيتهم، قليتهم شويه زيت الزيتون. وهنايا الحشو اختياري، كيما بغيتي ديري الكفته، بغيتي ديري اللحم تاع الاخر الدجاج، بغيتي ديري اي حاجه، ديري فرماج، ديري اي حاجه. انت الحشو انت تحكمي فيه. كما راكم تشوفوا بسط العجينه ورشيتها ورقتها بالسمين او الدقيق. ومن بعد غادي نطويها كيما المسمن وكيما المحاجب. شواء انا غادي نديرهم في الفرن، ما غادي نديرهم في المقله. انا غادي نديرها على 4 ونخليها شويه تريح، ومن بعد ندير فيها الحشو. كما راكم تشوفوا هنايا غادي نبسطها وندير فيها هنايا بعد ما ارتاحت واحد 10 دقائق غادي ندير فيها الحشو. كما راكم تشوفوا لما الاطراف، ونحاول نغلقها مليح ونقلبها ونخبزها شويه، ونعاود نخليها تخمر، ومن بعد نزيد نخبزها المره الثانيه. عاودت معكم حبه هنايا غادي نبسطها مليح باش ما تجينيش غليظه. غادي ندير الحشو في الوسط، ومن بعد نلم الاطراف كاع ونحاول ندورها. نعاود نخبزها غير شويه،
قلت لكم كي نديرها في السني ونعاود 10 دقائق ونعاود نخبزها شويه نرققها. هنا بعد ما خبزتها المره الثانيه طليت لها الوجه تاعها بالصفار البيض باش يعطيني هذاك الحموريه من الفوق. وهنا هذوك الحبات اللي بقاو درتهم مسمن باش نتقهوى بهم الصباح. شوفوا كيفاش جا معايا، جا ما شاء الله. وهنايا بعد ما المسمنات التوعيه وجدوا، شوفوا كيفاش جاو حمر وشابين وما جاوش معمرين زيت وكاع. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. هنايا قسمت معكم واحده، شوفوا كيفاش تجي خاويه من الداخل وتجي مورقه. ونخليكم دروك مع اسم فيديو تاع القناه اللي قلت لكم عليها. تبقوا على خير في فيديو جديد ان شاء الله.